يقع هي لاثيز فيها حوالي 254 صفحة. بعد النشر أصبح 289 صفحة. عدد كتب بنوع الخط تراديسيونال أرابيك هي 16 في المتن و12 في الهامش. بالنسبة للكتابات بالكتابات الخاصة بالنصوص اللاتينية والمراجع اللاتينية يكتب بالتايم رومان 12. وفي الهامش في الإيحاء يكتب بمقاس 10. الرسالة الآن تقع في 3 فصول. تبدأ بمقدمة ومدخل وتنتهي ببيبلوغرافيا ومراجع وملاحق. هنا في مقدمة الكتاب هي مقدمة أكاديمية. هذه المقدمة الأكاديمية تبدأ باستهلال تعرف لنظام الأسرة، ما معنى الأسرة، ودواعي اختيار المؤلف لهذا الموضوع، تاليه إشكالية الموضوع، ما هو الهدف من هذا البحث. إشكالية كانت عبارة عن فرضية فلسفية حول دراسة نظام الأسرة من العصور القديمة مرورا بالعصر الوسيط وواقع الأسرة الحالي. وجدنا هذا نظام الأسرة فعلا يتغير، المجتمع الجزائري تتغير بنيته الأسرية. نلاحظوا هنا في العصر الوسيط الأسرة نوعان: أسرة بنيوية نووية صغيرة، وأسرة واسعة، أسرة كبيرة تكون من الجد، الجدة، الأولاد، الأحفاد، الأصبع. لماذا؟ لأن المجتمع الوسيطي القبلي كان خاضع للنظام العرائشي، النظام العائلي الواسع الممتد، وممنوع للأسرة أن تكسر هذا العرف الاجتماعي وتتخطى هذا النمط من الأسرة. في حين أن هذه الأسرة النووية الصغيرة نجدها قليلة جدا في العصر الوسيط. خطة الموضوع يعني هذه في المقدمة بدأ بطرح إشكالية، فيه عرض الخطة، فيه منهج الدراسة اللي يعتمد على منهج إحصائي، منهج سردي وصفي، منهج تحليلي تركيبي حسب مواضع ومواطن المادة التاريخية المكونة لهيكل الكتاب. في مدخل الكتاب حاولت أني أعرف بمفهوم الأسرة من خلال نظم المصادر الوسطية، يعني المصادر الوسطية التي تحدثت في العصر الإسلامي. العصر الوسيط هو العشر قرون الأولى الهجرية، يعني هنايا اختارينا العصر الوسيط المتأخر، القرن السادس التاسع عشر، 12 15 ميلادي، يعني منها ندخلوا العصر الحديث أو عصر النهضة. احنا مثلا نشوفوا في الأمثال الشعبية، أن كتب الأمثال الشعبية تشير إلى الأسرة. تجد مثلا اليوم في المخيل الشعبي في الغرب الجزائري في غليظة مثلا لا يقول الأسرة، يقول لك ارجع نشاور الدار، ولادك. شحال من مرة في تيارك تسمسي يخلعوني، يقول لي ولادك وين رحت عند ولادك؟ هنا ما عنديش اولاد. مي تفهم بلي ان الاسره تعني العيال وتعني الاولاد وتعني الدار، تعني الكانون، وتعني حتى الطباخ. يقول لك راسي وراس الطباخ، انا شدني نكري، انا يحكي لك في المشاكل. هذه المدلولات اللغوية كلها وجدتها في العصور الوسيطة ودالة على الأسرة. تخيل أنت أن مثلا مصطلح الكانون في العصر الوسيط نضربه الشيمين وماهوش موجود تقريبا. هذا